ورحمة الله. ازيك يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. فيديو النهارده بقى فيه تغيير يعني. بصراحه كده قعدت كده لقيت حسيت نفسي اللي هو ايه، شايفه الحاجه على طول في مكانها. وانا اكتر حاجه مزعلاني في موضوع الشقه عندي ان هي كل حاجه معموله على قد المكان بالظبط، فطالما هي على قد المكان فصعب قوي ان انتي تنقليها من مكان لمكان. فده اكتر حاجه يعني كانت مضايقاني. بس قلت بقى انا لازم اغير بحقيقي. متضايقه جدا من منظر الاوضه، عايزه انقل. يعني عارفين لما تنقلي وتغيري شكل الاوضه بتحسي ان انت كأن في حاجه اتغيرت. فانا هنقل السرير من هنا هجيبه من الناحيه التانية. فتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بص بقى، انا نقلتهم بصراحه ما كانش هينفع ان انا انقلهم والكاميرا شغاله، لاني انا بقيت اشيل تحت السرير، شلت تحت السرير كلها وفضيتهم وابتديت ان انا ايه، ازقهم من الناحيه التانية. بصراحه تعبوني جدا بس الحمد لله يعني عدت يعني. المهم عايزه اقولك ان انت لو وصلتي معايا للنقطه دي ما تنسينيش باللايك الجميل. لو انت مشتركتيش في القناه اشتركي في القناه. ويا جماعه بالله عليكم حطوا لي لايك علشان خاطر يرفع لي الفيديو ويوصل لاكبر عدد يعني. المهم اول حاجه كده عملتها قلت بقى امسك الشباك. طبعا الضرفه اللي انتوا شايفينها دي اللي هي محطوط عليها الحته دي، الضرفه دي يكاد يكون ما بتتكش بتتفتح خالص علشان خاطر السرير كان كبير. الضرفه يعني ظهر السرير طويل فقافل عليها. ف... فما كنتش بفتحها خالص. فطبعا اول حاجه احنا يعني كانت حلوه بالنسبه لي لما نقلت السريرين الناحيه التانية، ان السرير ان الشباك هيتفتح معايا ويدخل بقى هوا كده وشمس ونور وحاجه حلوه يعني. فده انا كنت حابه يعني الموضوع عشان كده. المهم بقى جبت حته بقى بميه وابتديت بقى ايه، اشيل كل التراب اللي فيها. ما كانش ينفع، بصوا والله العظيم انا ما نفضتش اي حاجه بتراب، يعني التراب ما نفضتوش. بحته كده فيها ميه وابتديت ان انا امسح. وبرضه تعبت، انا اصلا مريضه جيوب انفيه فتعباني جدا. فادعوا لي ادعوا لي ان هي اصلا محتاجه عمليه. وانا صراحه اصلا بخاف اصلا ادخل المستشفى يعني. ففكره ان انا اعمل عمليه دي مقلقاني يعني. فمش عارفه والله يعني الفتره دي من كتر ما هي تعباني شغاله اقول بقى اروح اعملها واخلص ولا اعمل ايه. مش عارفه، انتوا برضه قولوا لي تجاربكم ايه في الموضوع ده. يعني موضوع ان اللي حد مثلا عنده جيوب انفيه بياخد ايه، اشرب ايه مثلا يخففها لي، ولا خلاص اعمل عمليه وخلاص. لاني عندي من النوع اللي هو مزمن يعني، جيوب انفيه مزمنه جدا. في الشتاء اصلا كمان ببقى تعبان قوي، الصيف ببقى مش قادره اخد نفسي وعارفين انتوا سخونيه دايما في مناخيري. فالموضوع معايا صعب بس يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. المهم كده يا جماعه زي ما انتوا شايفين فتحت بقى الشبابيك بتاعتي الجميله كده، الشباك بتاعي الجميل كده على ايه، على الضرفتين كده براحتي بقى. وابتديت بقى مسكته بقى مسحته المسحه التمام. قلت طب شكل بقى المراتب كان مضايقني خالص. وبصراحه كنت زعلانه عليه خالص، اللي هو يعني ايه، انا ما كملتش 5 سنين عشان شكل المراتب بتاعتي. لا انا جبت 5 سنين، انا بقالي 5 سنين متجوزه يعني. شكل المراتب بتاعتي عمل كده ليه؟ فرحت بقى جبت اسمه ايه، المنظف دوت باور. حلو قوي يا جماعه، شوفوه من عند احنا بجيبه هنا من المنظفات. فحلو حلو جدا للبقع وبقع الهدوم بالذات، اي بقعه هدوم عندي بيطلعها. وابتديت بقى امسك الفرشه السيليكون وابتديت ادعك ادعك ادعك. ورحت جبت بقى كمان حبه اريال بكلور وابتديت برضو ان انا ايه، ادعكهم عشان لو هي فيها اي حاجه تطلع. مش عايزه يبقى فيها اي ايه، اي بقع يعني ايه، عشان تنضف يعني كده شويه. قلت المره دي هعملها على الوش دوت، والمره الجايه ان شاء الله شويه كده قدام اروح قلبها على الوش التاني واشوف الوش التاني برضو مش نضيف كده برضو ولا لا. ما خدتش بالي اصلا وانا بشيل المرتبه. والله العظيم يا جماعه الفيديو ده انا تعبت فيه جدا. فكره اصلا ان انا شلت المرتبه لوحدي، نقلت السراير لوحدي، فكان تقيل يعني عليا بصراحه. بس يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل وايه، اهي عدت يعني. المهم بعد ما غسلتهم كويس كده اسمه ده بالفرشه السيليكون، ابتديت بقى اجيب فوطه كده وعصرتها كده ميه كويس وابتديت ان انا المع كده المرتبه لو فيها اي حاجه هتطلع معايا ايه في الفوطه. خلصت بقى كده المرتبه. وبصوا بقى هنا مكان السرير كان محطوط في الجزء ده. فبصوا عامل علامه سودا لما مثلا كنت بمسح الحيطان او كده. فما كانش ما كنتش طبعا بشوفه يعني، ما كانش بيطوله لان هو ايه ورا حاجه.
فالمهم بقى ابتديت ان انا كده امسك الليفه كده والفرشه كده وادعكها وارش عليها السترس ده السترس ارش عليها الباور ده. على فكره بالنسبه للسترس انا ما بحبوش خالص يا جماعه، يعني جربته ما عجبنيش. وابتديت كده برضو ان انا ادعكها كده بالفوطه علشان خاطر تطلع، يعني هي يعني طلعت 50%، يعني 50%. وبرضو بعد ما حتى قفلت الكاميرا رجعت عملتها تاني لاني كان شكلها مش عاجبني خالص. المهم رحت ايه، رحت بقى على المرتبه التانية، برضو ابتديت برضو كده ايه ارش كده في كل حته باين منها ان هي يعني مش فيها يعني مش نظيفه. وابتديت ان انا ادعكها كويس جدا وظبطت كمان المرتبه. معرفش اصلا المرتبه دي كان فيها ايه مش عارفه، بس ظبطت المولل ورحت دخلتها كده على طول. وعايزه اقول لكم على حاجه، لما جينا ممكن ده جت مثلا اتنططت عليها وقعدت عليها خلاص هبطت، يعني عشان انتوا شايفينها تحس ان هي معوجه ولا ايه مش عارفه. المهم برضو مسكت بقى كده المرتبه دي برضو دعكتها كويس. رحت انا بقى هنا في الوقت دوت رحت قلت ايه اغير الميه علشان خاطر ايه، الميه من المرتبه كانت شكلها مش نظيف خالص. رحت غيرتها بقى كده وبرضو ابتديت ان انا ايه المرتبه دي ما كانش ايه يعني ما كانش وسخه قوي غير المرتبه التانية كانت لا مش قادره اقول لكم. وكده بقى كان شكل المراتب بقى بصوا شكلها عامل ازاي. قلت بقى خلاص اجيب بقى الحته كده بايدي علشان اخليها بقى في ايدي امسك بقى اي تراب في السراير اي حاجه في السراير كده المع كده الدنيا. ولمعت معايا الحيطان علشان خاطر الدنيا تبقى نظيفه. جبت كمان المساحه دي بتاعت الحيطان وابتديت ادعك بقى كويس جدا كده زي ما انتم شايفين. ادعك بقى الحيطان علشان خاطر بصوا انا كنت عاملاها معاكم قبل كده الحيطان، ولكن بقى ايه حاساها عايزه بقى تاخد ايه ترويقه كده عليها. فبقى رحت ايه فكيتها دي ورحت حطيتها في ميه بشويه كلور صغيرين. ماشي، بشويه كلور صغيرين وحبه اللي هو ايه الباور. وابتديت ان انا ايه ادعك اي مكان في الحيطه. فبصراحه روقت على الاوضه مش قادره اقول لكم. انا عايزه اقول لكم ان انا خليت النظام ده، يعني هو النظام دوت وحطيت هناك الايه الشازلونج. بس ايه انتوا هتشوفوا في الاخر خالص انا كنت حاطه المكتب هنا. انا قعدت الحال بعد ما قفلت الفيديو قعدت برضو ايه اغير كذا حاجه عشان اركز على حاجه معينه. بس كان لازم المكتب يتحط هنا عشان خاطر لقيت ان هيبقى عندي ازمه في التلفزيون. سلك التلفزيون جاي من المنور مش كانش هينفع يجي من الشارع، فكان صعب ان انا ايه اخلي المكتب عند الشباك يعني. المهم كده بقى ابتديت بقى امسك الفوطه وابتديت ان انا ادعك الحيطه كويس قوي علشان طبعا الجزء ده يا جماعه كان محطوط عليه السراير. فطبعا فكره النقل دي لما بتنقلي من مكان لمكان طبعا بيخليكي ان انت تمسكي يبقى ايدك برضو في الاوضه كلها ما تسيبيش حاجه. فطبعا زي ما انتم شايفين كده ابتديت برضو بالفوطه دي ادعك بقى اي حاجه كده علشان خاطر. وجبت كده بقى البورسون كده بقى معايا عشان مليان تراب. وابتديت ان انا ابص ورجعت تاني كده مسكت بقى المساحه دي حلوه بس في احسن منها يعني، لان هي ممكن تكون شويه خفيفه. يعني انا ان شاء الله ناويه ان انا اجيب التقيله، يعني حاسه ان التقيله ممكن تبقى احسن. وبس كده كان ده بقى ايه يا جماعه. خلصت كده الحيطان وقلت ايه بقى امسك بقى مكان بقى التراب والحاجات دي. انا عايزه اقول لكم والله العظيم مخرجه كميه تراب من تحت السراير فظيع كاني ما بروقش سروقه العيد ولا ايه مش عارفه. يمكن زي ما انا قلت لكم قبل كده ان الشقه عندي اصلا معرضه للتراب جامد. المهم كده خرجت بقى الاوضه خرجت بقى كده تراب من الاوضه علشان خاطر ايه انقل كل حاجه. قلت بقى ايه اجرب لما اجرب اشوف المكتب احطه هناك كده اشوف هيبقى شكله عامل ازاي. بس بصراحه وسبته يعني سبته معاكم في التصوير. بس فيما بعد رحت بقى ايه نقلت قلت لا كده حاسه شكله لا مش حلو ما عجبنيش يعني شكله. وقلت بقى هرجعه ايه تاني عشان زي ما قلت لكم موضوع التلفزيون يعني اختلف معايا وكده مش هينفع خلاص ان هو عارفين هو كان لو اتحط هنا كان هيعمل معايا وسع، يعني هتحس ان الاوضه وسعت. بس قلت لا برضو يعني هخش بقى في ان انا لازم اطلع السلك وحد يطلع من فوق يجيب لي السلك من الناحيه التانية. فقلت على ايه خلاص يعني هي مش مستاهله، هو ده كده التغيير حلو
احنا بس غيرنا من باب ان النفسيه كده، وان الدنيا تبقى ايه شكلها حلو شويه. انتوا عارفين ان انا من ساعه ما عملت الاوضه كده ما بتتبهدلش مني قوي زي الشكل القديم. المهم كده خلصت بقى، رجعتها كده زي ما انتوا شفتوا، وقلت امسك بقى ايه افرش السرير. طلعت بقى ملاية السرير. شوفيه كده على الترابيزه. طب روحي شوفيه، لو ما لقيتوش انا هاجي اجيبهولك. وابتدت بقى جيت بقى في الازمه دي، بس الحمد لله ربنا سترها معايا. جاي ادخل الكومود، لقيته مش راضي بقى يدخل، فرحت زقيت السرير شويه ورجعته تاني. ماشي برافو يا هند. جيت بقى في الجزء دوت، رحت لقيت ايه، في كده تراب برضو، رحت خرجته ايه معايا. وعايزه اقول لكم بقى ان اليوم ده النور قطع عليا، وكان دولاب كده يعني مش قادره اقول لكم. ورحت قلت والله لا اعمله، استغل الوقت باي حاجه. مسكت دولاب كده روقته وانا والنور قاطع بالكشاف والله. بس يعني فرحت يعني بعدها، قلت الحمد لله حاجه وخلصت من عليا. طلعت بقى من ملايه السرير دي، وابتديت ان انا بقى ايه افرشها. شايفين الشكل يا جماعه؟ عايزه اقولك على حاجه بجد، التغيير مطلوب فعلا. انا لما غيرت النظام حسيت كده ان الدنيا يعني ايه، حبيت كده الشكل اكتر، وحسيت ان عيني شايفه حاجه جديده. ده برضو اللي انا بقوله لك، ان انت لازم كل فين وفين ماشي غيري الحاجه من اماكنها، علشان تحسي ان عينك بتشوف حاجه جديده، مش كل مره شايفين نفس الشكل ونفس النظام. حقيقي والله في الوقت ده انا كانت نفسيا مش يعني متضايقه، كل شويه اروق الشقه وهي اروق الشقه وهي. فحسيت لا انا لازم اعمل اي تغيير، فقلت خلاص بس انا هنقل السراير كده، وفعلا حسيت بتغيير. فزي ما قلت لكم حاولوا ان انتوا كل فتره كده تغيروا. التغيير طبعا مطلوب يا جماعه زي ما قلت لكم. وطبعا الناس اللي عندهم العفش صغير ده احسن قرار انتوا خدتوه بجد. موضوع ان العفش يبقى كبير ده مش حلو وبيضايق، يعني انا عن نفسي بيضايقني. المهم كده خلصت كده، فرشت السراير، فرشت معاكم سرير، والسرير التاني فرشته لوحدي يعني، لان التليفون رن وما كنتش عارفه ان هو ما بيصورش. المهم هنا بعد ما خلصت الاوضه نزلت جبت كنده، قلت اوريكم بقى ايه رد فعل كنده. استنى. يلا. عجبك؟ حلو. ايه رايك؟ هنحط لسه التلفزيون، هحطه هجيبه واحطه كده احلى. مبسوطه؟ بس رد فعل كنده. وبعد كده رحت بقى دخلت لها بقى التلفزيون. هي بقى بالنسبه لها ان ده حاجه جديده يعني، برضو فاهمين، هي بتحب اصلا تغيير. بمجرد لما بتنزل مثلا وانا بروق الاوضه وبتيجي بتفرح ان الله روقت الاوضه شكلها حلو، فهي بالنسبه لها فاهمه، فاهمين تغيير يعني. المهم قلت بقى ادخل علشان خاطر احضر الاكل يعني، عشان هي لو في اي وقت جاعت او كده. هي اصلا اول ما جت خدت شاور، وبعد كده دخلت قالت لي يا ماما هنام شويه. راحت دخلت ايه نامت، لان هي في اليوم ده صحيت بدري علشان خاطر تنزل الدرس وكده. المهم دخلت بقى كده، قلت خلاص هتبل بقى البانيه واسيبه يعني، علشان خاطر ايه لو هي صحيت في اي وقت يبقى الاكل جاهز زي ما انا قلت لكم. حطيت كده بقى ميه البصل. انا ببشر بصلايه بس ما بحطهاش يعني، احط منها حته صغيره. وبحط بقى ملح وفلفل وليمون. بحب اعصر ليمون قوي على البانيه، على في تتبيله البانيه، عشان لو في اي حاجه فيه يعني تبقى ايه الدنيا معايا تمام. المهم ابتديت برضو اقلبه كويس كده زي ما انتم شايفين. و هبتدي بقى احط كده البانيه. طبعا كنت حاطه البانيه في محلول كده فيه دقيق وفيه ميه وفيه ملح. تسيبيه منقوع فيه شويه بس مش قوي، علشان خاطر ما يبقاش منك ايه ما يتهرش منك يعني. اهم حاجه في جزء كده في البانيه اللي هو عامل يا جماعه زي ايه الابيض ده، بصوا ده مش حلو، حاولوا تشيلوه يعني، انا ما خدتش بالي منه يعني. المهم كده كنت تبلت البانيه، وقلت برضو اقطع البطاطس يعني حطيت البانيه كده غطيته، وقلت برضو اقطع البطاطس واحطها في التلاجة عشان يكون كده الاكل جاهز معايا كده، صحيت في اي وقت على طول اعمله لها. بالذات الاكل البانيه والبطاطس دول يا جماعه بيبقوا عايزين يتاكلوا سخنين يعني، فما كانش ينفع ان انا اعملهم
واسيبهم، لازم هي تاكلهم وهم ايه سخنين، يعني ما ينفعش يقعدوا فتره شويه. المهم قطعت برضو البطاطس، وعشان خاطر البطاطس تطلع منك بقى حلوه كده ومقرمشه، ماشي، تحط لها ملح وتحط لها ملح وتحط لها ايه خل، ملح وخل وميه، وتحطيها بقى كمان في التلاجة، هتبقى معاكي حلوه قوي ومقرمشه وشكل يعني طعمها حلو زي بتاع بره كده بالظبط. ثواني حاضر يا كندا. ابتديت ثواني، طب اخلص دي واقولك. رحت ابتديت بقى كده اقطع البطاطس كده ايه طرنشات زي ما انتوا ايه شايفين، وعشان خاطر كل حاجه تبقى جاهزه معايا. اتمنى كده ان فيديو النهارده يا جماعه يكون عجبكم، واتمنى ان الفيديو يكون كمان عجبك. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان، ما تنسونيش زي ما قلت لكم باللايك وبالكومنت الحلو منكم، عشان اللايك يا جماعه والله بيرفع لي الفيديو. حقيقي بتعب جدا في تصوير الفيديوهات، يعني عندي كده امل ان القناه تكبر وتوصل لاكبر عدد من المشتركين. فعشان كده بقول لكم ان انتوا لو حطوا لي بقى لايك، ناس كتير هتشوف القناه، انت هتساعدي ان الناس تشوف القناه. اسيبكم في رعايه الله.